السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناه ام جنات. كنتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله وفي احسن الاحوال يا ربي تلقاكم هذا الفيديو. كنشكر البنات كاملين الصراحه اللي كيدعموني يكتبوا لي كومونتيرات زوينين. نتمنى لايك البنات، الله يخليكم صحيحتكم وليداتكم. نبداو على بركه الله في هذا الفيديو. عندي هنايا الفقاس، انا ديجا حاطاه في القناه، ولكن هذا الفقاس غير باللوز بوحدو، يعني غنستعمل الفقاس غير باللوز بوحدو. انا حاطه ديال الزرارع النافع حبه حلاوه. المهم هذا كيجي زوين وكيجي خفيف من دوك الزرارع اللي كيكونوا فيه. غادي نحتاج في المقادير على بركه الله كيف ما كتعرفوا العاده البنات، هو حتى المقادير ديالو بسيطه. عندي هنايا 6 ديال البيضات كاملين و7 حيت الصفر باش غادي ندهن الفقاس من الفوق. عندي هنا زلافه ديال سنيده، عندي زلافه ديال الزيت، عندي هنايا تقريبا زلافه مع مراج ديال اللوز، عندي واحد ساشيه ديال الفاني، وعندي 2 خمارات حمرين. بالنسبه للطحين كيف ما كتعرفوا على حسب الخليط. المهم غادي نجيب واحد القصريه، غادي نخلط فيها هاد السكر مع، غادي نجيب القصريه بحال هكذا، وغادي نخلط البيض مع سنيده. انا درت واحد القبيصه ديال الملحه البنات في سنيده من الفوق باش كتصح لنا الذوق. غنخدم البيض وسنيده مزيان، وغادي نزيد عليهم هذيك الساشيه ديال الفاني. هذيك الساشيه ديال الفاني كتعطينا هذيك التقرميشه، ديك التقرميشه ديال سميتو البنات ديال الفقاس، كتعطيها لينا هذيك الساشيه ديال الفاني. بسم الله غادي نخلطو مزيان حتى كيذوب هذا السكر سنيده. غادي نخلطو مزيان حتى نسجمو العناصر، وغادي نزيد عليه الزيت شويه بشويه. غادي نضربو مزيان هكذا حتى يتخلط مزيان. غادي نخلطو مزيان وغادي نطلقوه البنات. بعد ما كملت الزيت كامل انا دخلته مزيان في هذيك البيض وسنيده، مابقاش كاع كيبان الزيت. دابا غادي نخوي هاد السلافه ديال اللوز. انا ما كنتزقو، ما كنتزقو حتى شي حاجه، يعني كنخليه غير هكا وغادي يتقطع صافي. دابا غادي نبدا نزيد الطحين شويه بشويه، نحيدو هادشي اللي خلينا منه، وغادي نبدا نزيد الطحين شويه بشويه. نجمعو غير بيدينا البنات. نجمعو غادي نطلقوه البنات. انا بعد ما جمعت العجين ديالي كتجي على هذا الشكل، كتجي هكا رطبه ماشي قاصحه. صافي غادي نجمعها في واحد بلاستيكه نخليها ترتاح واحد شويه، عاد نرجعو باش نديروها باش نكوروها. انا زدت فيها دوك 2 ساشيات ديال الخماره مع الطحين. صافي غادي نغطيها ونخليه يرتاح واحد شويه. بعد ما جمعت غير هاد الشيء هاد الشي، غادي نرجعو باش نطلقوه باش نشكلوه. البنات انا بعد ما ارتاحت لي العجينه ديال الفقاس انا هي كنحربلها هكا حرابل. قسمت العجينه على 6، عطاتني 6 ديال الكويرات بحال هذا الشكل هادو كيف ما كتشوفوا في القصريه، وكنبدا نحربل فيهم. فين ما تخرج شي لوزه حاولوا ترجعوها لداخل بحال هكا وتبقاي تحربلي حتى كتحصلي على الحربول. والقياس يعني كيبقى كل واحد كيبغيه غليظ كيبغيه. انا كنديرو على هذا الشكل هذا، كنديرهم في الطاوه. كنجيب الطاوه اللي غتدخل الفران، وكنجيب واحد البره غادي نتقبيها هاد العجينه ديال هاد الحرابيل ديالي كامله قبل ما ندهنهم بالبيض. غادي نتقبهم باش ما يتنفخوش وما يطرطقوش بحال هكا. غير تقبات هكايا في الفقاس باش من ندير البيض يعني ما يبقاش فيهم داك الشكل ديال
عندي هنايا شويه ملح ديال البيض الصفر، وزدت فيه واحد المعلقه ديال نسكافيه، واحد شويه ديال الخل باش كيحيد ديك الزفوريه ديال البيض. دابا غادي نبدا نشيتهم بالوجه مزيان، وغادي ندخلهم للفران، وملي غادي يطيبوا غادي نتلاقاو باش نقطعوا الفقاص ونشوفوا في الشكل النهائي. بالنسبه للفران البنات، كيدخل الفقاص للفران هو بارد، يعني تتحطي الفقاص في الفران عاد كتشعلي ليه الفران من التحت وكيكون ناقص، يعني بالمهل كتخليه يطيب على خاطرو. انا كنديرو بحال هكا ديما بالليل، وكنخليه حتى الصباح عاد كنقطعو باش كيبرد على خاطرو. يعني هذه في حاله الا كنتي ما مزروباش به، يعني ديريه في الليل يعني ملي كيخرج من الفران كيبات يبرد، الصباح كنقطعو. واللي مزروب عليه كيديرو في الصباح وفي العشيه يقطعو ماشي مشكل. ولكن من الاحسن، احسن طريقه هو ان تخليه كل ما برد كل ما كتقطع مزيان ما كيتهرسش. صافي انا غادي نكمل الدهين ديالي، غادي نشرطو بالفرشيط وصافي غادي ندخلو الفران يطيب وغادي نتلاقاو نبغي نقطعو. كنشرطو هكا البنات، كنقلب الفرشيط على ظهرها كنشرطو بحال هكايا، كندوز للاخرى حتى هي غير هكا، يعني غير خطوط هكا. ملي كيطيب كيجي فيه داك الشكل زوين. صافي البنات ندخلو الفران. البنات الفقاس ديالي بعد ما طاب وخليته حتى برد مزيان على خاطرو، دابا غادي ندوز باش نقطعوه. كيف ما كتشوفوا ها هو طاب، دابا غادي ندوزو باش نقطعوه. بسم الله. ما كتشوفوا غادي نكملو كامل في التقطاع، وغادي نستفو في الطاوه غندخل الفران. غادي نتلاقاو باش نشوفو في الشكل النهائي. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس ديالي باللوز. كيف ما كتشوفوا كيجي هكا محمر ومكرمش، صراحه كيجي لذيذ بزاف البنات. غير جربوه ردوا عليا في لي كومونتير كيف جاكم، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ومتنساوش تشتركوا في القناه ولايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد مني، وبالصحه والراحه.